انت بتاكل من عند مصطفى على طول؟ اكيد. الف انا يا معلم. كل حاجه لحمه راس مصطفى رقم واحد بقى بس. من كتر الريفيوهات اللي عملتها للاكل الحرش انا حاسس ان الناس هتسميني سفير الاكل الحرش. والساعه 2:30 صباحا وجعان بقى، ولقيت ريحه جميله جدا ولقيت مطعم مصطفى الجزار، فروحت بقى اشوف الاكل عنده بيقول ولا ندفع ونجري على طول. والمكان دوت بقى في الرشاح في المطريه، وتحيه غاليه جدا لاهل المطريه اللي عزيزين على قلبي وبحبهم جدا. وادي المنيو لو هتروحوا عنده عشان تعرفوا الاسعار. وجبت من عنده بقى حاجتين بقى، لقيت رغيف المشكل الكبير اكبر حاجه عنده ب 35 جنيه، ورغيف الحواوشي عنده ب 40 وب 25. قلت له طب 40، قال لي خلصانه. قلت له خلاص هاتها ب 25. ونبتدي بقى اول حاجه ندوق بقى الويلكم درينك. والويلكم درينك كده فيه طعم غريب، ولكن يا باشا الويلكم درينك على جنب كده ولا كأنه جه. ونبتدي الريفيو بتاعنا بسم الله الرحمن الرحيم. ونبدا باول بقى الحاجه الحواوشي، وندوق الحواوشي كده. وزي ما حضراتكم شفتوا في اول الفيديو ان الحواوشي ملسوع جدا، استوى لغايه لما قال جوه، فهو استوى جدا وكان ملسوع. فطعم الخلطه من جوه انا حاسس ان هو عاديه جدا ومليان بقى بهارات بقى وبتاع وفلفل وكلام من دوت. فانا الحواوشي بصراحه ما جاش معايا. ممكن ابو 40 جنيه لو كان موجود كان جه معايا شويه. وزي ما حضراتكم شايفين كده العيش استوى من كتر السوا، فالحواوشي بصراحه ما جاش معايا خالص بقى. وفي المجمل كطعمه بسعر 25 جنيه لا شغال. ونخش بقى على تاني حاجه واهم حاجه عنده رغيف المشكل. ونبتدي باول حاجه كده الكلاوي. والمشكل عنده كان عباره عن كلاوي وكفته وكبده والسجق. وابتديت باول حاجه الكلاوي فيها عضه كده والسوا بتاعتها حلو. لو انت بتحب الكلاوي يعجبك جدا. بصراحه انا مش من عشاق الكلاوي، عجبني جدا السجق طعمه جميل كده ومعلقه عنده. وطعم الكبده السوا بتاعتها حلوه. فهو اكتر حاجه عجبتني الكبده والسجق. كطعم مشكل سعره 35 جنيه، فهو قيمه مقابل سعر لا يعدي جدا. والسعر بتاعه ممتاز جدا. والطحينه والسلطات عندهم كان منزل لنا كميات حلوه. فهو الاسعار بتاعته ممتازه وحاجه حلوه. وده بقى كان رايي الشخصي وريفيو بتاعنا من عند مصطفى الجزار. فاللي راح المكان دوت يا ريت يقول لنا في الكومنتات ايه رايه. ولو انت لسه بتتفرج على الفيديو لغايه دلوقتي يا ريت بقى تدعمنا بلايك يا عم الحاج. وما تنساش تقول لنا نروح فين تاني. بس كده بقى، بحبكم في الله.